رفض الفلوس والغنى والقوة والجمال واختار. بس قبل ما اقولك هو اختار ايه وهو مين، انا عايزك تتخيل معايا لو انت معاك الفانوس السحري وطلع لك منه المارد، هتطلب ايه؟ اكيد اول حاجة هتفكر فيها هتطلب فلوس، قوة، جمال، حل لمشكلة معينة عندك، او حب الناس، او الناس تكون بتسمع كلامك، وحاجات تانية كتير. اهو الراجل ده اختار حاجة بعيدة عن ده كله، حاجة ما تخطرش على بالك. لا والمفاجأة كمان انها جابت له كل اللي يتمناه قلبك. يا ترى هي ايه الحاجة دي ومين الراجل ده؟ المهم الراجل دوت ما طلعلوش مارد زي ما انا كنت بقولك في بداية الفيديو، لا ده ربنا بنفسه ظهر له في الحلم وقال له اطلب وانا اديلك اي حاجة. قال له بص يا رب انا لسه ولد صغير ومعرفش اي حاجة عن الحكم عشان احكم شعبي، فانا عايز من عندك حكمة عشان احكم بيها شعبي. الملك اللي انا بكلمك عليه النهاردة هو الملك سليمان الحكيم.